أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. تعود آسيا بأفخر وأقوى بطولاتها واستئناف أحلام أنديتها، حيث دوري أبطال نخبة فرقها هنا، وحيث السادة سعد بن زايد عرين حامل اللقب وصاحب القصة الملحمية في موسم مضى في أسود الرهيب الرياني في هذا اللقاء. أمامي في عرضية خطيرة تأتي فرصة عين كرة تصل الريانية هنا في اليمين، بعد متى تعود مدرجات العين هنا لدينا ليبرتادورس في الموسم الماضي. اليوم في تحدي جديد، اليوم في تحدي آخر، لكن في قارة مختلفة هنا في آسيا. رحيمي ملك أهداف في آسيا في كرة، في فرصة تأتي لكن هناك راية مرفوعة والتسلل كان موجود في اللقطة الماضية. سفيان رحيمي اللي حاول في الكرة الأخيرة لكن أيضا التسلل كان موجود هنا. نعم، المغربي الذي ملأ هذه القارة أهدافا أراد أن يضيف كذلك أحد أهدافه من اليسار عن طريق تريزيجيه أمام بندر الأحبابي الذي يتحصل على خطأ في اللقطة الماضية. طبعا الهلال، الأهلي، النصر، السد، الوصل، هذه الأندية التي ضمنت التأهل إلى الدور القادم. ناجي عنده كرة عرضية تأتي لكن إيريك بيرسبوليس الفريق الإيراني على لكتيبة الرهيب في هذه المواجهة الخامسة عند حارس المرمى خالد عيسى. يلعب له كرة طويلة، نقلة روجر جيدز، فرصة الرهيب، فرصة الريان، روجر في التمهيد، تياغو كاد أن يفعلها مينديس وكاد أن يسجل أول أهداف الريان في أخطر الفرص، لكن خالد عيسى كان موجود، خالد عيسى كان حاضر، خالد عيسى ارتدى كما يرتدي دائما قفاز الإجادة في تصدياته وفي منعه لخطورة منافسيه. شهيد الكرة تقدم يتوغل يمرر التغطية لمصلحة الريان، عرضية فرنسية لكن أحمد حازم في لمسة، تريزيجيه في نقلة لكنها خاطئة لا تصل لديزارت، عادت عن طريق سفيان رحيمي إلى محمد عوض، عيناوية، الله الله، العين كاد أن يسجل، العين عن طريق محمد عوض في فرصة بعد كرة خاطئة من تريزيجيه وصلت إلى سفيان. أخطر العيناويين هذا المغربي واخطر الهدافين في آسيا هذا سفيان. اي نعم اهداف الغزيرة في هذه البطولة سفيان رحيمي بالمثل الاول من هذا اللقاء. سراج ثانية خطيرة، هذه وين تريزيجيه حاول في اللقطة الماضية لكنها الى خارج الملعب الى ركلة. يقول أن المباراة ستشهد أهداف يمين عن طريق بندر الأحبابي والعرضية حازم، عرضية ريانية لكن خالد العطاس أيضا هنا لمسة وتمريرة، هنا فرصة وتصويب لكنها إلى خارج الملعب. هذا بالاسيوس اللي حاول في الكرة الماضية، سدد كرة تحولت إلى خارج الملعب. نادي الريان في مباراتين، وبالتالي الفوارق هذه لابد أن تكون موجودة، بينما روجر يصنع الفارق للرهيب. كاد أن يفعل روجر جيدس لكن أيضا تسلل كان موجود في اللقطة الماضية. شاهد الكرة الأخيرة، هذه الكرة الريانية، نعم كان متسلل، روجر كان متسللا في اللقطة الماضية. يحاول فيها الآن، هدأت الأمور عما كان. كوامي يرسل كرة ساقطة لكنها سهلة. عودة إلى الخلف عن طريق كاكو لديه كرة، تمريرة إلى بارك يونغ لمصلحة نادي العين، كرة ساقطة سفيان رحيمي، سجل سفيان لكن فرحته بالهدف لم تكتمل لأن هناك تسلل كان موجود وبالتالي الهدف يلغى. هل كان فيها تسلل على سفيان رحيمي لحظة التمرير من بارك؟ نعم كان متسللا رحيمي. لا تنسى كرة منقولة عن طريق حازم، عرض روجر والتسديد لكنها سهلة عند خالد العطاس الضوء في سفيان والخطر، لكن في الأخير تتحول إلى روجر في فرصة التصويب لكن الكرة إلى خارج الملعب.
وصلت عن طريق السراج عرضية، لكن خالد عيسى والتسديد لكن إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. أخطاء من لاعب العين في التمرير لمصلحة نادي العين. سفيان راح ليس متسللا، رحيمي عرضية الله، لكن أيضا الهدف يلغى وسفيان كان متسللا. الهدف يلغى يا لابا، والتسلل كان موجود هنا وهنا في اليمين عن طريق بندر، لكن حازم احمد معنا تشتيت في انطلاقه رحيمي، لكن كوبينيه ممتازه الى بندر الاحبابي، عرضيه لكن ممتازه الى تريزيجيه، فوت لنفس الكره سقط، يطالب بوجود ركله جزاء. هل كان فيها شيء؟ تريزيجيه امام حكم اللقاء، وهنا يشتكي عمليه المسك، وهنا الاعاده التي تظهر كل شيء على لقطه ريانيه جميله. الله يا لها من كرة، جملة ولا أروع كانت للريان، نهايتها لم تكن إلى شباك خالد عيسى من محمد سراج. راحت نادي الريان، عرضية ترسل، هذه المين لاعب الذي تمنح له الفرصة في هذا اللقاء. كرة منقولة لمصلحة نادي العين، خطيرة من سفيان ممتازة. الله 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 يا كاكو، يا لروعة أهداف العين ويا لروعة أهداف كاكو، بطريقة ولا أروع، بطريقة ولا أجمل. كاكو لا يسجل إلا أهدافا خرافية. حازم راح من الطرف الأيسر، كرة الآن في اليمين أو في اليسار، عرضية لا ترسل. أوه، حازم أحمد كاد أن يسجل بالخطأ، كاد أن الهدف أعطاه الكثير. بدل الأحبابي والتسعة ريانية، روجر بعد ذلك باريرو ينطلق الآن بعد شوط أول تقدم فيه. موجودة تريزيجيه في الاستلام والتصويبة القوية، يا سلام يا سلام، لكن خالد عيسى يا نادي العين، عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن مصر المرمى ترسل هذه الكرة داخل منطقة الجرب. أرتور جورج اللاعب الذي لكن التغطية كانت موجودة في بطولة دوري الأبطال، لكنه في الجولة الأخيرة تأهل. هنا فرصة خطيرة، الله الله، قبل أن يعود للأهلي أراد أن يترك أثرا هنا في كتيبة الرهيب، إنه محمود سراج. روجر جيدس على التصويبة، لكن بالمباشر، نعم بالعرف الفني الكروي اللعب المباشر، ونجح هنا بلاسيوس يرسل كرة عالية لكن سهل. العين منقولة من بندر الأحبابي، عرضية ممتازة لك بلاسيوس، فرصة خطيرة عينوية. ستنفذ، ملعوبة الكرة عالية عينوية، ضغط لحتيب نادي الريان، عودة إلى تياغو إلى تريزيجيه، لكن التغطية موجودة. روجر جميلة ممتازة رائعة، هذا سفيان يتوغل، فرصة عينوية. تريزيجيه يسقط، يتحصل على خطأ، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية، هذا خطأ وهو فريق مشابه لعين الموسم الماضي. يمرر كرة ممتازة، نقلة تريزيجيه والتسديد، لكن ينطلق الآن بعد شوط أول تقدم فيه. موجودة تريزيجيه في الاستلام والتصويبة القوية، يا سلام يا سلام، لكن خالد عيسى يا نادي العين، عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن مصر المرمى ترسل هذه الكرة داخل منطقة الجرب. أرتور جورج اللاعب الذي لكن التغطية كانت موجودة في بطولة دوري الأبطال، لكنه في الجولة الأخيرة تأهل. هنا فرصة خطيرة، الله الله، قبل أن يعود للأهلي أراد أن يترك أثرا هنا في كتيبة الرهيب، إنه محمود سراج. روجر جيدس على التصويبة، لكن بالمباشر، نعم بالعرف الفني الكروي اللعب المباشر، ونجح هنا بلاسيوس يرسل كرة عالية لكن سهل. العين منقولة من بندر الأحبابي، عرضية ممتازة لك بلاسيوس، فرصة خطيرة عينوية. ستنفذ، ملعوبة الكرة عالية عينوية، ضغط لحتيب نادي الريان، عودة إلى تياغو إلى تريزيجيه، لكن التغطية موجودة. روجر جميلة ممتازة رائعة، هذا سفيان يتوغل، فرصة عينوية. تريزيجيه يسقط، يتحصل على خطأ، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية،
هذا خطأ وهو فريق مشابه لعين الموسم الماضي. يمرر كرة ممتازة، نقلة تريزيجيه والتسديد، لكن يمين بندر الأحبابي في كرة لكن حازمة تنفذ. ريانية لافة خطيرة تأتي لكن ولا لدينا فرصة عنوية. الله الله الله، يا هي كرة أو يا هي تسديدة يا بلاسيوس. الريان يحاول، الريان من أجل الثاني. تنافس أكبر، شاهدنا أوروبا وشاهدنا ما حدث بينما روجر جيدس في كرة. الله، اسعد فريقك يا ريان، واصل مغازلة أحلامك يا رهيب. هكذا يقول روجر، هكذا يقول جيدش. الريان يقلب الطاولة على حساب العين، الريان يسجل ثاني الأهداف عن طريق حامل اللقب وتذكر نفسه إلا دوري أبطال آسيا هنا في الأراضي الإماراتية. كرة إلى خراب، بندر يرسل كرة عالية خطيرة. الله، يا هي كرة خطيرة، يا هي كرة قريبة، يا هي فرصة عنوية، لكن باولو